السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جت في العرض. أسدل الستار على مباراة الجولة 14 من الدوري الممتاز المصري موسم 2017-2018. مفاجآت كتيرة في الجولة الحالية. فاصل ونتعرف على أهم النتائج هذه الجولة وترتيب الجدول بعد نهايتها. استطاع فريق الخصم أن يفوز على النصر العنيد بنتيجة 3-2 في أول مباراة في هذا الأسبوع، وفي ثاني مباراة استطاع فريق إنبي أن يفوز على فريق الداخلية في الوقت الضايع 2-1. في اليوم الثالث من هذا الأسبوع ال 14 يوم المفاجآت، حيث استطاع نادي مصر المقاصة أن يقتنص نقطة التعادل مع فريق الرجاء الذي ينافس على الهبوط في آخر 10 دقائق من عمر المباراة لتنتهي المباراة 1-1. واستطاع فريق طلائع الجيش أن يوقف قطار الإسماعيلي في الإسماعيلية، واستطاع أن يخطف نقطة من الإسماعيلي، وانتهت المباراة بتعادل إيجابي 1-1. واستطاع نادي الإنتاج الحربي أن يفوز على طنطا بنتيجة 1-0. كما استطاع المقاولين العرب أن يسحق فريق بتروجيت بنتيجة 2-0. وتأتي في آخر يوم هذا الأسبوع الأسبوع ال 14، حيث استطاع فريق وادي دجلة أن يفوز على الأسيوطي في ملعبه في مفاجأة في هذا اليوم الثالث من الأسبوع ال 14 بنتيجة 2-0. واستطاع نادي الزمالك الجريح أن يداوي جراحه على حساب فريق الاتحاد السكندري اللي أصبح مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية بالفوز عليه بنتيجة 2-0. أما في نهاية اليوم الثالث من الأسبوع ال 14 في مباراة سريعة وقوية ومفتوحة، استطاع النادي الأهلي أن يستعيد نغمة الانتصارات وفاز على سموحة 2-1، وأصبح في وصافة الدوري الممتاز المصري برصيد 29 نقطة خلف الإسماعيلي، ومتبقي له مباراتين مؤجلتين مع النصر والمقاولين العرب. تعالوا مع بعض نتعرف على ترتيب الجدول المصري بعد نهاية الجولة ال 14. في صدارة الدوري الممتاز الإسماعيلي ب 31 نقطة، النادي الأهلي الثاني الوصيف برصيد 29 نقطة وليه مباراتين مؤجلتين، الخصم في المركز الثالث 27 نقطة، الزمالك الرابع 22، المقاولين 22 الخامس، انبي السادس برصيد 21، مصر المقاصة السابع برصيد 19 نقطة، سموحة الثامن برصيد 19 نقطة بعد الهزيمة من الأهلي، التاسع فريق الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة، العاشر بتروجيت 17، ال11 الأسيوطي ب 16 نقطة، ال12 طلائع الجيش ب 15 نقطة، الداخلية ال 13 برصيد 14 نقطة، ال 14 وادي دجلة برصيد 14 نقطة، ال 15 فريق طنطا برصيد 13 نقطة. أما المفاجآت في هبوط السنة دي هتكون فرقة الاتحاد السكندري 16 ب 13 نقطة، والنصر 17 ب 11 نقطة، والرجاء الأخير ب7 نقاط. في النهاية بالتوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة ليه قصاد وادي دجله، ودي هتتلعب يوم الاثنين القادم ان شاء الله يوم 25/12/2017 الساعه 7 مساء. في النهايه نتمنى منكم تعملوا لايك وشير على صفحاتكم وتعملوا لنا اشتراك على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.